بيبدأ الفيلم في جنوب شرق آسيا مع المقاتل جاو قائد فريق العاصفة الأمني أثناء ما كان ماسك قناصة وبيأمن فريقه من على مبنى عالي. وبنشوف اللواء هاورد رئيس معهد أسلحة الطاقة العالية وهو بينزل من عربيته وبيتفاوض مع رئيس عصابة على سلاح اتسرق منهم، وبيروح لعربية العصابة عشان يتأكد من وجود السلاح. وفي الوقت ده بيتصاب بطلقة من سلاح قناصة بتنهي حياته، وبيبدأ إطلاق نار بين الطرفين وبتدور بينهم معركة شرسة. وبيقدر جاو وزميله جوان إنهم يصيبوا أفراد العصابة ويقضوا على عدد كبير منهم. وبيتصدم جاو لما بيشوف هاورد بيقوم من على الأرض بعد ما اتصاب بطلقة، وبيتأكد إنه خان الفريق. وبتظهر واحدة من العصابة اسمها ميينج وهي لابسة قناع وبتفجر عربيات الفريق وبتصيبهم. وقتها بيؤمر تشونج قائد فرقة الاشتباكات فريقه بالانسحاب. ولما ميانج بتشوف عربية الفريق بتهرب بتستخدم جهاز تحكم وبتبعت وراهم أسلحة آلية بتضرب عليهم نار وبتنهي على حياتهم. وفي الوقت ده كان جاو وزميله جوان بيتفادوا طلقات من قناص محترف بيحاول يصيبهم، وبيقدروا ينزلوا من سطح المبنى. وفي طريقهم للهروب القناص بيصيب جوان بطلقة بتوقعه على الأرض، وبيبان إنه قناص محترف. وبيحاول جاو يساعد صديقه لكن القناص بيضرب عليه طلقات وبيكون على وشك إنه يصيبه، ومش بيقدر جاو يخرج ويساعد جوان، فبيرميله حبل وبيحاول يسحبه بس جوان بيتصاب بطلقة في كتفه. وبعدها القناص بيضرب طلقة في قنبلة مع جوان وبيفجر المكان، وساعتها بيقع جاو من فوق المبنى وبيفقد الوعي. وفي نفس اليوم بيكون جاو في طريقه للمستشفى، وفجأة بتقف العربية في نص الطريق وبيدخل مايك رئيس فرقة العمليات الخاصة في شركة الأمن علشان يتكلم مع جاو، وبيفهمه إنه عمل كشف على حسابه في البنك واكتشف إنه معاه فلوس كتير جدا، وبيتهمه بخيانة الفريق بتاعه. وفي اللحظة دي بيطلع مايك مسدسه وبيكون على وشك إنه يقضي عليه، بس جاو بيقدر يمسكه وياخده كرهينة، وبيؤمر الفريق بتاعه يرموا أسلحتهم ويدخلوا للعربية. وهم بيضطروا ينفذوا كلامه، وبيقفل جاو عليهم العربية وبيسيبهم وبيمشي. وبينتشر خبر خيانة جاو لفريقه في كل مكان وبيكون مطلوب للعدالة. وبعد فترة بنشوف جاو وهو بيتمرن عشان يستعيد قوته البدنية بعد ما اتصاب في التفجير، وبيقرر إنه يدور على دليل براءته وعلى العصابة اللي تسببه في إنهاء حياة زميله جوان. وبعدها بتدخل ميانج لقاعة مؤتمرات وبتصور العالم شانج هو وفريقه، وبتقدر تعرف معلومات عنهم. وفجأة في عامل في المكان بيطلع مسدسه وبيكون على وشك إنه يصيب شانج، بس أفراد الأمن بيهجموا عليه وبيقدروا يمسكوه. وقتها بيبدأوا عملية إخلاء العلماء من المبنى. ولما بيوصلوا الجراج معرض المؤتمرات بتظهر ميانج وهي ماسكة سلاح رشاش، وبتقدر تخلص على فريق الأمن بالكامل، وبتنجح إنها تحتجز شانج وفريقه. وفي نفس اليوم جاو بيتابع الأخبار وبيتصدم لما بيعرف بالهجوم اللي حصل في معرض المؤتمرات، وفجأة بيرن جهاز تواصل جاو محتفظ بيه وبيدي إنذار بالتتبع، وبيقدر من خلاله يحدد مكان العالم شانج، وبيقرر يقوم بالمهمة دي بنفسه علشان يرجع حق فريقه. وتاني يوم بيوصل جاو لمعرض المؤتمرات وبيتنكر في لبس الشرطي وبيدخل لمكان الحادثة وبيبدأ يدور على أدلة، وفعلا بيلاقي طلقات من أسلحة العصابة. وفي اللحظة دي بيشوفوا 2 من عناصر الشرطة وبيقدروا يتعرفوا عليه. وفجأة بيهجم جاو عليهم وبيبان إنه متدرب على أعلى مستوى وبيقدر يفقدهم الوعي بسهولة. وبالليل فريق العاصفة بقيادة بانج بيكون عندهم مهمة إنقاذ، وبيتحركوا للمبنى اللي فيه الرهاين وبيقتحموه وبيخلصوا على كل أفراد العصابة اللي موجودين. وبيشوفوا 2 من المحتجزين، لكن فجأة بيخرج شخص من الأوضة وبتنجح بانج إنها تصيبه بطلقة، وبيلاحظوا إن في قنبلة في إيده، وفوراً بيحموا المحتجزين وبتنفجر القنبلة بس محدش بيتصاب. وفي طريقهم للخروج من المبنى بيجي اتصال لبانج، وبتفرح جدا لما بتعرف إن مايك قدر يحدد مكان جاو، لأنها أخيراً هتقدر تاخد حق أصحابها اللي فقدوا حياتهم بسبب خيانته. وفي نفس الوقت ده جاو كان بيجهز الشنطة علشان يهرب لمكان تاني. ووقتها العصابة بتوصل لبيته، ولما جاو بيحس بوجودهم بيمسك المسدس بتاعه، وفجأة العصابة بترمي قنبلة عنده في الأوضة، بس هو بيستخبى وبيقدر يتفاداها. وبتقتحم العصابة الأوضة وبيدور بين جاو وبينهم معركة شرسة جدا، وبسبب قوة جاو بيقدر إنه يخلص على عدد كبير منهم. وساعتها ميانج بتهجم عليه بسلاح رشاش وبتضربه بالنار، لكن مش بتقدر تصيبه. وبيكمل جاو معركته مع ميانج وباقي العصابة، وفي النهاية ميانج بترمي قنبلة على جاو، فبينط جاو من البيت علشان يتفاداها وبينزل على الأرض وبيتألم بسبب الوقعة. وفجأة فريق العاصفة بيوصل وبيحصره، وبتهرب ميانج قبل ما يشوفوها، وبتدخل بانج وبتقبض على جاو.
وبتكون متضايقة منه جدا لدرجة إنها بتصوب المسدس ناحية راسه وبتهدده إنها هتنهي حياته. لكن تشي زميلتها بتهديها وبتفهمها إن المسؤولين عايزينه حي. وتاني يوم الفريق بينقل جاو في طيارة لمقر القاعدة، وفي الطريق بيبدأ جاو يستفز بانج بكلامه، وساعتها بانج بتتعصب وبتهجم عليه، وبيستغل جاو الفرصة وبيقدر يحرر نفسه باستخدام آلة حادة كان مخبيها، وبياخد منها المسدس وبيمسك تشي وبيصوبه على رأسها، وبيؤمر باقي الفريق إنهم يرموا أسلحتهم ويربطوا نفسهم وإلا هيخلص عليها، وبيضطروا إنهم ينفذوا كلامه. وقتها بيتكلم جاو مع كابتن الطيارة في اللاسلكي على إنه شخص من الفريق، وبيطلب منه يغير مساره وبيديله إحداثيات جديدة. وفي الوقت ده بيكون شانج وفريقه محتجزين في مقر العصابة على جزيرة، وبيطوروا جهاز طاقة قوي جدا تحت تهديد السلاح. ولما بيخلصوا بيخرج هاورد، وهنا بنعرف إنه رئيس العصابة وإنه سرق الجهاز عشان يبيعه للمرتزقة بمقابل مادي كبير جدا، لأنهم هيستخدموه كسلاح في تدمير منظمات حكومية. وبيطلب هاورد من العالم سانج إنه يشغل الجهاز علشان يجربوه، وفعلا سانج بينفذ كلامه. وهنا بنكتشف إن الجهاز بيطلق ترددات قوية جدا بتتسبب في زلزال في المكان، وبتكسر إزاز المبنى، وبتقضي على كل الطيور اللي موجودة على الجزيرة. بيوصل تأثيره ل 120 كيلو متر. وقتها جاو بياخد باراشوت وبينط من الطيارة على الجزيرة، ولما بيوصل بيخفي الباراشوت علشان محدش يحس بوجوده، وبيستخدم كاميرا درون وبيقدر يشوف مقر العصابة وبيتحرك على مكانهم. وبتتضايق بانج جدا بسبب إن جاو قدر يهرب منهم، وبتؤمر كابتن الطيارة يرجعهم للمكان اللي نزل فيه. وهنا تشي بتتكلم وبتعرفها إن مايك طلب منهم يرجعوا للقاعدة، وبتفهمها إن الجزيرة مش آمنة وإنهم مش عارفين مصيرهم فيها هيبقى إيه. بس بانج بتصمم على رأيها وبتعرفهم إنها بقت مسألة شخصية ولازم تدفع جاو تمن اللي عمله، وبتطلب منهم يرجعوا للقاعدة. وبيرفض أعضاء الفريق إنهم يتخلوا عنها، وبيقرروا ينزلوا معاها للجزيرة. وفي المقر هاورد بيتكلم مع شخص وبيعرفه إن السلاح جاهز، وبيطلب منه يحضر فلوسه ويقابله في أسرع وقت. وفجأة بيجيله واحد من رجالته وبيبلغه إن في أشخاص غريبة هبطوا بمظلة في شرق الجزيرة، فبيطلب منه هاورد إنه ياخد رجالة ويروحوا يخلصوا عليهم. وساعتها جاو كان مستخبي في الزرع عند المرسى بتاع الجزيرة، وبيراقب مجموعة من العصابة بتلسكوب القناصة، وبيشوفهم وهم بيركبوا عربيتهم وبيخلوا المكان، وبيتبقى عدد قليل منهم عشان يحموا المرسى. وبيهجم جاو عليهم وبيستخدم أداة حادة وبينهي حياتهم بطريقة بشعة، وبيروح وياخد مفتاح مركب وبيتحرك بيه. وأثناء ما كانت بانج والفريق في الغابة بيشوفوا فخ، وبتكون بانج ذكية جدا وبترمي قنبلة ناحيته، ولما بتخرج العصابة عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل بتضرب بانج طلقة على الفخ وبتفجرهم وبتنهي حياتهم في الحال. وبتخرج باقي العصابة بعد ما بيسمعوا صوت الانفجار. وهنا واحد من الفريق اسمه دونج بيرمي عليهم قنابل، وبتقوم حرب شرسة جدا بين الطرفين. ورغم ان الفريق عدده قليل لكن بيقدروا انهم يصيبوهم ويقضوا عليهم. وفجأة بيظهر من وراهم فرد من العصابة وبيرمي قنبلة، وبتكون على وشك انها تصيب بانج، بس دونج بيتدخل وبينقذها وبيتصاب مكانها. وفي الوقت ده جاك القناص اللي خلص على جوان بيروح يبلغ هاورد ان رجالته كلهم فقدوا حياتهم، فبيأمروا هاورد بانه ياخد ميانج ومجموعة من اشرس المقاتلين ويخلصوا على اللي عملوا كده. وقتها كان جاو بيراقب المبنى، وهنا بنكتشف انه بيتواصل مع العالم شانج من خلال النضارة بتاعته اللي فيها جهاز تتبع وميكروفون متوصل بالجهاز اللي مع جاو، وبيعرف منه عدد الحراس. وبعدها شانج بيروح لسينج وبيحاول يعمل معاه مشكلة وبيضربه، وبيدخل الحراس على صوتهم العالي، وفجأة بيصيبهم جاو بطلقة من القناصة بتاعته بتقضي على شخصين من العصابة، وبياخد شانج سلاح من العصابة وبينجح انه يهرب فريقه من المبنى. وبعدها بيوصل فريق بانج لبيت مهجور وبيبدأوا يعملوا الإسعافات لدونج وبيحاولوا ينقذوه. وفي نفس الوقت جاو بيشوف شانج وهو بيتحرك على الرادار وبيروح لمكانه وبيتكلم معاه وبيعرفه إن في مركب على بعد 100 متر، وبيطلب منه ياخد باقي العلماء ويهربوا بيها. لكن شانج بيرفض يتخلى عنه وبيفهمه إنه هيستناه 30 دقيقة وبعدها هيمشي من الجزيرة. وأثناء ما كانت تشي بتأمن البيت بتهجم ميانج عليها وبتضربها وبتفقدها الوعي، وبيهجم فرد من العصابة على شخص من فريق بانج وبيدخل معاه في قتال وبيقدر يحتجزه. وبتسمع بانج صوت ضرب النار وبيخرج الفريق عشان يشوف ايه اللي بيحصل، بس رجالة العصابة بيهجموا عليهم وبيصيبوهم بطلقات بتنهي حياتهم. وقتها بانج بتحاول تنقذ دونج، وفجأة بتترمي عليها قنبلة بتخليها تفقد تركيزها. ولما بتروح تطمن على دونج بتكتشف انه فارق الحياة وبتزعل عليه جدا، وبيخرج آخر واحد من الفريق وبيشتبك مع العصابة.
وبتصيبه ميانج بطلقات بتخترق جسمه. فبتقوم بانج عشان تتبادل إطلاق النار مع العصابة، بس بتتصاب بطلقة في رجلها وبتقع على الأرض وبتفقد الوعي. وفي آخر لحظة بيظهر قدامها جاو وبينقذ حياتها. وبعدها بيمشي العالم شانج في الغابة وبيسمع العصابة وهي بتتكلم في اللاسلكي، وبيعرف إنهم عند المرسى. وساعتها بتيجي لجاك مكالمة من هاورد وبيطلب منه يخلص على الفريق في أسرع وقت، وبيفهمه إن المشتري في الطريق وإنه محتاجه في المبنى عشان يحمي الأسلحة. فبيطمنوا جاك وبيعرفوا إن قبل ما المشتري يوصل هيكون خلص عليهم. وبتوصل العصابة وهم ماسكين تشي وإريك، وبتروح ميانج تعرف جاك إن جاو وصل للجزيرة، وبيفرح جاك جدا إنه أخيرا هيقدر يتخلص منه، وبيطلب منها تاخد مجموعة وتدور عليهم في غرب الجزيرة. وبتلاحظ ميانج إن في مركب مش موجود، وبتعرف إنه جاو هو اللي خده، وبتتعصب جدا. وأثناء ما كان جاو بيعالج جروح بانج بتفوق، وأول ما بتشوفه بتضربه وبتاخد سلاحه وبتروح عشان تهجم على العصابة. بس جاو بيحذرها وبيعرفها إن العصابة عددهم كبير ومسلحين، وإنها لو راحت لوحدها تبقى هدف سهل. فبتتعصب بانج وبتفهمه إنها مش زيه وعمرها ما هتخون فريقها عشان الفلوس، وبتعرفه إنها هتاخد حق أصحابها مهما حصل وهتحارب العصابة لآخر نفس. فبيتضايق جاو من كلامها وبيصوب سلاحه عليها، وبيأكد لها إنه عمره ما خان فريقه وإنه حاول ينقذ جوان، لكن العصابة خلصوا عليه. وبيعرفها إنه هياخد حق صديق عمره اللي فقد حياته قدام عينيه. وفي الوقت ده شانج بيكلمه وبيبلغه إنه قرب يوصل للمركب، وبيطلب منه يجيله في أسرع وقت. ووقتها العصابة بتهجم على شانج وفريقه، وبيقلق جاو عليهم جدا وبياخد سلاحه وبيروح وينقذهم. وبتقرر بانج تروح معاه، وهناك شانج بيضرب واحد منهم وبياخد سلاحه وبيصيبه بيه، بس عدد العصابة بيكون كبير وبيقدروا يمسكوه. وبيوصل جاك وبيفتش شانج وبيلاقي معاه النضارة، ولما بيلبسها بيشوف تسجيلات لسلاح الطاقة وفيديوهات لجرائم هاورد كلها. ووقتها بيكون جاو في الطريق لمكان شانج وبتجيله مكالمة، وبيتصدم لما بيرد وبيشوف جاك وهو مسيطر على شانج وفريقه، وبيتكلم مع جاك وبيحذره إنه يأذيهم. وساعتها بيطلع جاك مسدسه وبيخلص على شانج قدام عينيه، وبينهار جاو من الزعل وبيفتكر اللي حصل مع صديقه جوان وبيتعب جدا. وبانج بتساعده وبتديله الدواء، وهنا جاو بيتكلم معاها وبيحكي لها إن هاورد غدر بيهم عشان يسرق سلاح الطاقة، وإنه هو اللي هجم على فريق العاصفة وخلص عليه. وبيفهمها إن لما هاورد عرف إنه لسه عايش قرر يتهمه بالخيانة، ومن وقتها وجاو بيخطط إنه يثبت براءته. وعلشان كده تواصل مع شانج لأنه كان فرد متقاعد من فريق العاصفة، وقدر يقنعه إنه يتنكر في هوية عالم وينضم لفريق العالم سينج عشان يصور كل جرائم هاورد ويقدر يفضحه. وبتتصدم بانج لما بتعرف إن جاو كان عنده خبر إن الفريق جاي يقبض عليه، وإنه استغل الطيارة بتاعتهم عشان يوصل للجزيرة وياخد الأدلة من شانج. وساعتها بتقتنع بكلامه وبتقرر تروح معاه وتاخد حق الفريق. وبالليل بيوصل جاو للمبنى، وبتروح بانج للأوضة اللي محتجزين فيها تشي وإريك، وبتشوف 2 من العصابة وبتهجم عليهم وبتفقدهم الوعي. وبتنجح إنها تحرر فريقها وبتبدأ تهاجم باقي أفراد العصابة وتخلص عليهم بكل قوة. وبتروح لجاو وبيدخلوا المخزن أسلحة وبيشوفوا الأسلحة الآلية اللي العصابة استخدمتها في إنهاء حياة فريق العاصفة. وبيقرر جاو إنه يصنع أفخاخ للعصابة، وفي نفس الوقت بيتنكر إريك وتشي في لبس العصابة، وبيدخلوا المكان سينج وبيطلب منه إريك إنه يمشي معاه. وفي طريقهم للخروج بيحاول جاك يوقفهم، فبتستخدم بانج وجاو الأسلحة الآلية وبيدمروا المكان وبيقضوا على عدد كبير من العصابة. وبتروح ميانج تطارد تشي وبتقدر تخلص عليها هي و2 من مساعدين سينج. وبعد ما ضرب النار بيقف بيخرج جاك وبيشوف هاورد بعد ما حياته انتهت، وبيقرر إنه يقضي على الفريق ويبيع السلاح لحسابه، وبيؤمر رجالته إنهم يلاقوا الفريق في أسرع وقت. وبعدها بتوصل العصابة للجراج وبيكونوا فاكرين إن جاو مستخبي في عربية من اللي موجودين هناك، وأول ما بيفتحوا العربية بيكتشفوا إنه فخ، وبيضرب عليهم نار من السلاح الآلي وبتنتهي حياة معظمهم. وبيبدأ جاو وبانج يهجموا على واحد من أفراد العصابة ويخلصوا عليه، ورغم عددهم الكبير لكن جاو وبانج بيتغلبوا عليهم باستخدام ذكائهم وقوتهم، وخصوصا إن جاو قناص محترف وبيقدروا إنهم يخلصوا على عدد كبير جدا منهم، ومش بيكون فاضل غير ميانج. وبتهجم بانج عليها وبيدور بينهم قتال شرس، وبتقدر بانج إنها تتغلب عليها وتنهي حياتها. وبعدها جاو بيراقب جاك من تلسكوب القناصة بتاعته وبيشوفه وهو بيأمر فرد من العصابة بإنه يشغل السلاح، وبنعرف إن جاك قرر يدمر الجزيرة. وساعتها جاو بيضرب طلقة وبيقضي بيها على فرد العصابة، وبيروح جاك يشغل السلاح بداله وبيبدأ العد التنازلي لتدمير الجزيرة. وبيوصل جاك لمكان جاو وبيتبادلوا إطلاق النار،
وبتقوم بينهم معركة شرسة، لكن جاو بيكون ذكي جدا وبيقدر يحدد مكانه، وبيضرب طلقة في شباك تهوية بتوصل لجاك وبتخترق راسه وبتنهي حياته. وبيخرج جاو من المبنى وبيشوف بانج وإيريك وهم تحت تأثير الترددات، وبياخد حاجز وبيروح يقف بيه قصاد بانج علشان يحميها. وهنا بتتكلم بانج وبتعرفه إن السلاح عشان يتدمر لازم يتصاب بطلقة في المحرك الأمامي، وإن دي الطريقة الوحيدة عشان يوقفوا السلاح. فبيعرفها جاو إن مكان المحرك في نفس اتجاه قلبه، وبيطلب منها تصيبه بطلقة في قلبه علشان تخترقه وتخرج تدمر السلاح. وبترفض بانج في البداية، لكن جاو بيأمرها تنفذ كلامه عشان تنقذ الجزيرة، وبتضطر بانج إنها تنفذ، وفعلا الطلقة بتخرق قلبه وبتصيب السلاح وبتدمره. وبعدها بتروح له عشان تساعده، وبيفارق جاو الحياة بين إيديها. وبتزعل بانج عليه جدا وبتتأكد إنه جندي شريف وضحي بحياته عشان ينقذ فريقه. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. ويا ريت كل مريخي عايش معانا على الكوكب يكتب في الكومنتات اسم الفيلم أو المسلسل اللي حابب نلخصه علشانه الفترة اللي جاية، واللي هيجيب لايكات أكتر على الكومنت بتاعه هينزل الفيلم اللي اختاره. وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقوا عليها مسلسلات كوري من الآخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.